السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ونهار جديد. واسمعوا لي هاد القرمشه عاد غادي نكمل معكم الفيديو. هذا الملوي مخمار كيجي رائع جدا، ما غاديش نطول عليكم، ندوزو للطريقه. عندي هنا 4 ديال الزلايف ديال دقيق ابيض. عبروا باش ما بغيتو بزلافه بالكاس اللي بغيتو، على حسب الكميه اللي بغيتو نتوما. وعندي 2 زلايف كبار حتى هما نفس الزلافه ديال الفينو، معلقه او 3 المعالق كبار ديال السكر. انا غادي نقول لكم علاش درت هاد الكميه السكر. وغادي نضيفو هنا واحد معلقه كبيره ديال خميره الخبز ومعلقه صغيره ديال الملح، وغادي نعجنوا الكل جيدا بالماء دافي. انا درت داك السكر هكا ماشي بزاف، غير 3 المعالق، حيت راه الكميه كثيره ديال الدقيق، باش كيجينا واحد شويه د الحلاوه زايده فيه، غير شويه كتحسوا بها بحال شكل ديال البتي بان بحال هكاك. تماما كيجي لوغو ديالو بحال هكاك، بلا زبده بلا والو يعني بلا ما غادي نورقوه، غيجي بحال الشكل ديال البتي بان. نعجنوا العجينه ديالتنا تكون على هذا الشكل هذا، خفيفه ولكن ما كتلصقش في اليدين. صافي هنا مباشره غادي ندوز نشكلها. غادي ندهن واحد البلاطو هنايا بشويه الزيت، وغادي ندير هكا كرات اللي متوسطين الحجم. ممكن ديروهم كبار وديروا وحده كبيره، ولا ممكن ديروهم صغيورين وديروا وحده في وسط وحده. انا هنايا درتهم متوسطين ودرت وحده في وسط وحده، يعني جاوني كبيبرين شويه. صافي غادي نستمر على هذه الكيفيه حتى غادي نكمل هذا العدد ديال الكرات كاملين. غادي ندهنهم بشويه ديال الزيت ونخليهم يرتاحوا تقريبا واحد 20 دقيقه حتى نص ساعه، يرتاحوا مزيان باش كيعطيونا الطعم. هما راه فيهم الخميره دغيا دغيا كيطلقوا معاكم، والعجينه كتكون ما شاء الله غزاله. صافي غادي نغطي عليهم كما قلت لكم بلاستيك غذائي غير باش ما يديروش لنا ديك القشره، وندوزو نحضروا الخلطه اللي غادي نورقوا بها. انا عندي هنا زبده حيوانيه، ممكن تستعملوا ديال البواطه الا بغيتوا. غادي نزيد فيها شويه الزيت باش ما تجمدش ليا، حيت كاين شويه ديال البرد. بغيتو ديروا غير الزبده بوحديتها ديروها. وغادي نضيف هنا واحد 3 معالق كبار ديال دقيق الفينو، وواحد 2 معالق كبار عاوتاني ديال دقيق ابيض. وغادي نخلطو مزيان هادشي كله. ممكن الا بغيتو ديروا في بلاصه دقيق ابيض ديروا النشا، ولا دير واحد الخماره ديال الحلوه. انا ما استغنيت عليها، ما بغيتش كاع نديرها في هذا الملوي مخمار ديال الفران اللي كيجي ما شاء الله مقرمش مورق غزال، كيصلح هكا للسحور ولا الفطور هكا مع الحريره، كيجي غزال. هاد الملوي هذا اللي ما كنستغناش عليه انا في رمضان، كنديروه بزاف كيف ما عوداتنا الام ديالنا الله يخليها لينا ديما كانت كديروا لنا هكا في الفطور. صافي هنا من بعد ما ارتاحت ليا العجينه، غادي ناخذ اول كره وغادي نطلقها بهذا الشكل هذا. وشوفوا معايا كيفاش كتعطينا الضوء وكتجي ما شاء الله كلها كتجي مبيبلات. هذا دليل على النجاح ديال الملوي مخمار قبل ما نطيبوه. صافي غادي نطلقها هكا حتى يبدا يبان لينا سطح العمل بهذا الشكل هذا. وغادي نديروا الخلطه ديالتنا اللي كتجي ما شاء الله لذيذه بالزبده الحيوانيه او الزبده بلديه. صافي غادي نطوي بهذا الشكل هذا، الطويه الاولى الطويه الثانيه والثالثه. كنجيب وحده على الاخرى وكنخلي هذا الشريط هذا على جنب، وندوزو للكره الثانيه. كما قلت لكم انا غادي ندير وحده في وسط وحده. بغيتو ديروا غير وحده هكا بوحديتها فراه ممكن. المهم انا كنعطيكم غير الطريقه كيفاش كيجي ما شاء الله زوين بزاف. وهذه كنظن هاد الملوي مخمار ما كاينش شي دار في المغرب ما كديروش، او كانت الام ديال الامهات ديالنا كيديروه بزاف ومعروفين به. وقولوا لي في لي كومونتير شكون اللي كانت الام ديالها كتحضر هذا الملوي هذا سواء في رمضان سواء بلا رمضان. انا خصوصا او شخصيا الام ديالي كانت كديروه في رمضان بزاف، ما عرفتش علاش حتى نتفكروه حتى لرمضان. صافي هذا الشريط الثاني حتى هو طلقته بنفس الطريقه، وغناخذ الاولاني اللي كيطلق هكا راسو. اصلا العجينه راه زوينه طالقه راسها، واخا تبغيو تخدموا هذيك الساعه. صافي كنحاول هكا نطلقو مزيان ونبدا نطوي بشكل ديال الملوي العادي. غير هو ملي تبداو طويو
حاولوا ترخفوا يديكم وانتوما كترشوا هكا من ديك الخلطه ديال الزبده ودقيق، وحاولوا كما قلت لكم ما تزيروش يديكم، خليوها مرخوفه. صافي كنطلق هكا او كنلوي بهذه الطريقه هذه. شوفوا معايا ما شاء الله العجينه كتجي شفافه. صافي غناخذ الشريط الثاني بنفس الطريقه غادي نطلقو، ولكن غندير وحده في وسط وحده. انا راه كنت ديجا شاركت معكم بحال هاد الطريقه هذه، ولكن جات ملويه كبيره ما شاء الله الفران، ولقات واحد المشاهده كبيره ما شاء الله، وعجبات بزاف ديال البنات او بزاف ديال المشاهدين اللي جربوها، وكل شيء فكراتو في الزمن الجميل ديال الامهات ديالنا وديال جداواتنا. اللي شافها شحال من وحده شافتها وقالت لك ما كنتش عارفه الطريقه، ولكن دابا فكرتينا فيها، او عرفوا الطريقه حيت كانوا غير الامهات ديالهم هما اللي كيصاوبوها. صافي هنايا غادي ندير كما شفتوا وحده في وسط وحده، ونجمعوا الكل بهذه الطريقه هذه، وراه كتجي ما شاء الله كبيبره. صافي غادي نديرها هنايا. حاولوا هكا تغطيوها بالبلاستيك باش ما ديرش لكم ديك القشره. وغادي ندوز للملويه الثانيه. صافي كنطلق الاولى بهذا الشكل، كنرشها ونطويها بنفس الطريقه، ونحط الشريط ديالي على جنب وندوز للشريط الثاني. الا بغيتوها هكا كبيره كتبقاو ديروا وحده في وسط وحده، وحده في وسط وحده، وحده في وسط وحده، حتى كتحصلوا على ملويه اللي كتكون ما شاء الله كبيبره وكتكفي هكا العائله كامله. انا درتهم هكا كبيبرين ولكن متوسطين، هكا متوسطين الحجم. جاوني ما شاء الله واحد 5 ديال الوحدات كبارين. صافي الا بغيتو تحضروهم هكا وتخليوهم في المجمد فراه ممكن هكا، الا بغيتوهم وتحتاجوهم تلقاوهم موجودين. انا شخصيا هاد الملوي مخمار كيعجبني ناكلو ساعته. كتحطوه هكا في الطبيله ديال الفطور مع الحريره ولا مع لي سوب كيجي غزال. ولا الا بغيتو هكا للسحور فراه كديروه مع كويس ديال اتاي ولا مع قهيوه ولا مع الحليب اللي بغيتو، راه كيجي معاهم كلهم زوين. صافي باش ما نطولش عليكم بزاف الفيديو غادي نشارك معكم غير جوج. انا الصراحه كان خاصني نشارك معكم غير وحده باش ما نزيدش نطول الفيديو اكثر، ولكن قلت ما فيها باس نعاود لكم الطريقه باش تشوفوها مزيان. وصافي هنا غادي نكملهم كاملين وكيجيو على هذا الشكل هذا. عطاتني ما شاء الله 5 كبارين وحده بقات ليا صغيره، شاطت درت غير وحده هكا، ما درتش وحده في وسط وحده، وتا هي جات زوينه. صافي هنايا راه الفران ديالي درتو كيسخن، عاد غادي ندوز نطلق وحده هكا في اللاطه اللي فرشت لها ورق الفرن من قبل. السمك ديال الملوي ديالكم كتديروه بالشكل اللي بغيتو نتوما. بغيتوه غليظ راه كتخليوه هكا يكون غليظ، بغيتوه متوسط راه كتديروا بحالي انا دابا هذا السمك هذا. بغيتوه عاود رقيق كاين اللي كيعجبو هكا رقيق فراه كيرقق. شوفوا معايا ما شاء الله هاد النبيبلات اللي كيجيو في الملويه، هادوك النبيبلات اللي كيبانوا لكم راه هما اللي كيديروا ديك القرمشه اللي كتكون زوينه هكا في الجنيبات. صافي انا طلقتها هنايا وغادي نغطي عليها. حاولوا هكا بغيتو دهنوها بشويه الزيت من الفوق باش كتزيد تحمر وتعطيكم واحد اللون رائع. ما بغيتوش صافي راه كتطلقوها هكا وتغطيو عليها او ديروا عليها البلاستيك الغذائي وتخليوها تقريبا واحد 10 دقائق، عاد دخلوها للفران. انا طلقت هذه وطلقت 3 اخرين وبقاو ليا 2 طلقتهم حتى قربوا يطيبوا هادو. صافي هانتوما كيف ما كتشوفوا بقاو لي 4 هنايا، وهذه هي الاولى اللي طيبت. سمعوا معايا ما شاء الله، شوفوا كيفاش كتجي كتخرشش. غنحلها معكم وتشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. كيف ما كتلاحظوا السمك ديالها ما غليظش بزاف وما رقيقش بزاف، وكتجي بنينه بنينه بنينه. شوفوا معايا ما شاء الله راه بحال القطن كتجي. بغيتو ديروها حتى بالزرع راه كتجي زوينه بزاف. كديروا هكا الطحين ديال الزرع حتى هي كتجي ما شاء الله لذيذه احسن من هذه.
ها نتوما انا كنحل لكم وكنعاود نقرب لكم باش تشوفوا معايا كيفاش كتجي. غير جربوها وغادي تعجبكم بزاف انا متاكده. انا صراحه راه فايته مشاركاها معكم كما قلت لكم، ولكن قلت غادي نديرها اليوم، علاش ما نعاودش نشاركها مع المتتبعات الجداد ديالنا. انا كنت شاركت معكم هاد الوصفه هذه في الاوائل ديال القناه، وكما قلت لكم لقات اقبال كبير واستحسان كبير ديال المشاهدين. وهادو هما الربعه الاخرين اللي طيبت. انا كنحاول ما نهضرش هنا بزاف باش تسمعوا معايا التقرميله ديالهم. ما شاء الله كيجيو غزالين وكيجي فيهم واحد اللوين رائع رائع رائع. هذه راه كانت شويه قربت تحرق ليا نسيتها، كان الفران سخون بزاف ونسيتها، كانت شويه تحمرات اكثر من القياس، ولكن راها جات. شوفوا معايا انا بلا ما نهضر ونبقى نشكر لكم فيه بزاف، هانتوما كلشي على عينيكم كيجي اسفنجي. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم وتبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده، وتشجعوني بلي لايك ديالكم وبالتعليق ديالكم اللي كتفرحني دائما وكتزيد تشجعني انني نشارك معكم الوصفات السهله والبسيطه والسريعه، وخصوصا هاد الوصفات ديال الزمن الجميل اللي ما كنستغناوش عليهم. رمضان مبارك سعيد، عواشر مبروكه، دخل عليكم بالصحه والسلامه وباش ما كتمناو ان شاء الله يا ربي. نهاركم مبروك والسلام عليكم.